انا فاكر ان انا شفتك المره اللي فاتت، صح كده؟ انت كنت موجود. انا كنت اول واحد جيت المره اللي فاتت. تمام. انا حابب اعرف رايك في المكان. لا، هو المكان بصراحه جميل جدا، شيك، التعامل جميل جدا، احترام ونظافه. في حد عاملك من العارضين بطريقه وحشه؟ لا، هو الموسم الاول يعني العرض الاول كان 100 100 بصراحه. التعامل كان جميل، هدايا، كل حاجه. لحد دلوقتي انا جاي من 7 الصبح لحد دلوقتي الساعه 8 وي. التعامل مع الناس كلها محترمه. تمام. وريني بقى انت نازل بايه كده؟ نازل بطيور عايز تطلعها. قابلنا الاستاذ صهيب وهو من متابعين القناه. استاذ صهيب من سوريا العزيزه. الاول صباح الخير. عايز اخد رايك في المكان. ايه رايك في المكان؟ ايه رايك في العارضين؟ المكان رائع جدا وهادي جدا. طبعا مفيش الزحمه، مفيش جو التنكار ومش عارف ايه. حسيت ان انت جاي في مكان مريح، يعني مريح للاعصاب. مكان هادي، مكان نضيف، ده اللي احنا بنقوله يعني. وبعدين العارضين هنا كلهم يعني حاجات نظيفه ومش عارف ايه، والحبوب والحاجات دي احسن من الدوشه والزحمه. احسن من ان انت نزلت سوق السيده عائشه قبل كده؟ نزلت، ايوه طبعا. في فرق كتير جدا طبعا. وطيور روماني طبعا لا يعلى عليها في النصر، في النصيحه، في الطيور، في ربنا يخليك. انا تابعهم من زمان الحمد لله. احنا اتشرفنا بيك النهارده يا ريس. زي الفل، وكتر خيركم، الله يعطيكم العافيه جميعا. سؤال صغير، في حد من العارضين وجه لك كلمه وحشه؟ لا اعوذ بالله. شفت حاجه ضايقتك؟ لا بامانه؟ ابدا. الناس زي الفل ما شاء الله. نهارك كله خير. كتر خيرك يا حبيبي، والله يعطيكم العافيه جميعا. الله يخليك. عايزين نسال حضرتك اول مره تيجي في ابن سندر ولا جيتي قبل كده؟ اولا انا جيت الشهر اللي فات وحبيتي تكرري التجربه تاني؟ جربتها يعني اتبسطتي؟ لقيت في ناس زياده وفي حاجات منتجات زياده وسالت وافادوني. انا لسه جديده هاويه في الموضوع يعني. ما شاء الله كل واحد ما بيبخلش عليك بالمعلومه بيقولها لك. تمام. الناس هنا محترمه جدا والمكان نظيف وحلو. ايه رايك في المكان؟ مكان كويس؟ المكان ما شاء الله كويس. لينا حق ندعمه؟ لا والله لينا حق، لان المكان نظيف وكويس والناس اللي فيه محترمين. في حد من العارضين قال لك حاجه ضايقتك؟ قال لك كلمه وجه لحضرتك كلمه ضايقتك؟ لا انا لما بسال بيوجهني صح، مش شرط ان هو ان يعني اذا الناس دي مش شرط اللي انت تشتري منها. ده بيوجه النصيحه لوجه الله وللهاوي اللي جاي ومقدره وجاي في المكان هنا. أيوة صح. مكان كويس فيه قعدات كويسه ما شاء الله. حاسه ان حضرتك مرتاحه فيه؟ ايوه المكان حلو. لو معايا طفل مش هخاف عليه، يبقى ماشي جنبي بيسأل، بيجاوبوه، بيدوله معلومة صح ان هو الطير بتاعه ياكل ايه، يمشي ازاي. الله اكبر عليهم يعني. ربنا يوسع رزقهم كلهم يا رب. هنا برضو قابلنا الاستاذ حسني مدحت وهنبتدي ناخد رايه في المكان. ايه رايك يا ريس في المكان؟ المكان حلو بس يبقى مستديم كل اسبوع بقى. كل اسبوع؟ يعني انت مش عايز مره في الشهر، انت عايزه كل اسبوع عشان الناس تاخد فكره وتعرف، والناس اللي تحصل عايشه تيجي هنا برضو يبقى ارائها كويسه. حضرتك طبعا بتنزل السيده عائشه طبعا. في اختلاف طبعا في اختلاف جامد. عارف تقف هنا، عارف في نظافه وكل حاجه، بس لازم يبقى اسمه متواجد كل اسبوع عشان يبقى في استمراريه. يعني ندعو من الله ان هم القائمين على المكان يسمعوا لحضرتك وتبقى برضو لفته. اولا احنا اسفين على الازعاج، احنا شايفين يعني ما شاء الله انا هنعطلك دقيقتين بس. الناس دي متابعين وليهم طلب وجهوني ان انا اجي لسيادتك اقول لك انا جاي على الملأ كده وبقول لك طلبات الناس دي عايزين المكان اسبوعي. واللي احنا المكان عجبنا، واللي احنا المكان عجبنا وعايزينه اسبوعي، مش عايزينه شهري. الفرصه كلها احنا منتظرين اراء الاداره، هل احنا منظمين ولا مش منظمين؟ انا وصلت الفكره عشان ما حدش يقول لي روماني قصر.